مساء الخير عليكم. بما ان انا بقدم روتين مسائي فبقول مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ده تكملة اليوم. طبعا انا قدمت الفيديو اللي هو بتاع المخبوزات ده، بتاع القرص ده كان نص اليوم بتاع الصبح. نص اليوم بقى اللي هو بعد كوباية الشاي والقعدة شوية اللي قعدتهم دولت، قمت اكمل بقية اليوم بتاعي. في يوم كده اصلا في الاسبوع اليوم ده شغله ما بيخلص، تحس ان هو لامم حاجات كتير قوي، حاجات كتيره كانت متاجله، تحس ان انت في اليوم ده بتيجي ايدك بقى في كل حاجه. هو اليوم ده بتاعنا النهارده، بعد ما عملت القرص زي ما انتم شايفين وبردت وكده، قلت اما اخدها واظبطها. يعني اللي هنسيبه بره سيبه، وبعدين الباقي بعينه في الفريزر، وبنطلع على قد الطلب، علشان يعني ايه ما تغيبش بره او تبوظ او كده. وبطلعها ومسافه ما بنعمل يعني احطها 5 دقايق بس كده من غير ما اسخنها ولا حاجه، بلاقيها فكت كاني لسه خابزاها. فزي ما قلت لكم اليوم النهارده كان يعني مليان حاجات كتير قوي، سواء الصبح سواء اخر النهار. يعني انا قلت اقدم الروتين المسائي ده، صورت فيه حاجات كتير كده، وبرضه في حاجات تانية ما صورتهاش. زي الصبح انا طول النهار في اليوم ده ما صورتش غير الفيديو بتاع المخبوزات ده بس. وبعد كده لكن لا الغدا صورته ولا ترويق ولا اي حاجه. فكل ست بيت مننا يعني كده. انا طبعا برغي في الفيديو ده شويه لان فيديو مسائي، يعني قعده اخر النهار، ومش قاعده طبعا، ده شغل يعني. فبحكي معاكم، بقول لكم يعني ايه اللي حصل. فزي ما انتم شايفين اخدت بقى الحاجات دي، والكيسين دولت، الكيس اللي اسيبه بره سيبته، واللي احطه في الفريزر اخدته كده وظبطته ورحت حطاه في الفريزر. ورجعت تاني على المطبخ. زي ما انتم شايفين انا اللي بفتحه ده كيس الغله بتاعت البليل. اهي الغله هي ده نص كيلو انا جايباه، قلت اما اجيبه كده نعمله بليله والجو لسه ساقعه، لان هي في الصيف ما بتبقاش مستحبه قوي. هي بتبقى البليله اكله شتويه. بس وانا بفتح الكيس فلقيت فيه كده كام بتاع حاجه صغيره كده زي الايه، من حاجه ما يعني تتنضف. فرحت جايبه الصينيه ورحت حطاها، حطيته كده في الصينيه، ورحت بقى مظبطاه. نقيته يعني، وحشت فيه اي حاجه ما تنفعش، الحاجات الصغيره اللي هي عامله زي القش كده الصغيره. قعدت انضفه من انضف يعني ايه الغله بتاعتي. وبعدين اخدتها بقى تحت الحنفيه زي ما انتم شايفين، بسيبها بقى تحت الحنفيه كده براحتها خالص. وبقعد كل شويه ادعكها كده واغير الميه، وادعكها واغير الميه، لان الميه بتاعتها بتفضل صفرا لحد الميه بتاعتها ما بتروق كده. وبعدين بروح حطاها انقعها بقى في حبه ميه، بنقعها حوالي ساعتين اهو. بسيبها بقى ساعتين كده، وبرجع تاني اروح اشوف انا هعمل فيها ايه. فحطيتها كده وغطيتها، وقلت ايه اما اسيبها اما اخلص حبة مصالح كتير كده ورايا. برضو دي مصلحة تانية، دي حبة بهارات كنت كل شوية ايه يعني ايه اجيب بالمطحنة واعمل حبة بحبة، لحد ما فيشت الخلاط زي ما انتم شايفين بتاعتي لقيتها اتقطمت في المفتاح. جيت اشد الفيشه لقيتها مقطومه، فسبتها لحد ما اجيب فيشه. فجبت الفيشه وقلت برضو ايه اما اعملها بالمره. ما انا مش معقوله يعني هاخد الخلاطه اوديها لواحد يعمل لي فيشه، وهي في تركيب الفيشه سهل. فانا جبت فيشه وقلت بقى ايه اما اركبها. رحت طبعا جبت البنسة، والله وبالمقص، ما عنديش مفتاح، بالمقص كده وبالسكينة وظبطت الدنيا. ورحت ايه فكيتها ورحت مركبتها، والحمد لله اشتغلت وبقت زي الفل اهو. زي ما انتوا شايفين اهون بركبتها، يعني لا انفع يعني 7 اقول ايه 7 صنايع. فانا بحب ان اي حاجه في البيت اصلحها، بدل هعرف اصلحها بحب ان انا اصلحها ما اوديهاش لحد. لكن بقى في حاجات لو ما هعرفش اصلحها لا تروح بقى ادي العيش لخبازه. دولت ده ايه ده حبة ورق لوري. كان البرطمان عندي بتاع اللوري فضة، وانا كنت حتى بحط البهارات كده في جنب الواحدة. فزي ما قلت لكم الحبة اللي البهارات المشكلين اللي في الصينية دولت، انا كنت جايباهم وعملت منهم ايه كم واحدة كده، كم مطحنة. ما كنتش بقى عايز بقى ان انا افضى كده واروح محمصاه وعشان انا بحمصه في الفرن او على البوتاجاز وبعدين اطحنه. فانا جات في اليوم ده بقى وقلت ايه لا اما اجيبه بقى كده وايه واظبط شويه بهارات. قبل رمضان طبعا الحبه، عشان على رمضان كده نجيب جديد. البهارات غليت جدا جدا جدا. يعني الحبه اللي انتوا شايفينهم دولت انا كنت بجيب، والله كنت بجيب ب10 جنيه فكه، اقول له هات لي ب10 جنيه مشكل حصى وانا اعمله. لا المره دي لو انا جبت حبه حصى ما هيجوش مطحنه،
وقعدوا بينقوا بقى، يعني قعدوا مثلا يجيبوا من الشطة واللي هو الكمون والحبة كزبرة وحبة ورق لوري. لكن بقى كان الأول يجيبوا واحدة جوزة الطيب، وكانوا يحطوا كبابة صيني، وكانوا يحطوا فلفل أسود، وكانوا يحطوا حاجات كتير. لكن بعد الغلا اللي الناس فيه ده ما عادش حد ما عادوش لا ده عاد يعني البهارات غلت يعني كل حاجة غليت. حتى كنت بجيب مطحون مثلا، كنت بجيب الأول ب5 جنيه، جت المرة دي وانا بجيب قلت له هات لي ب5، لقيته جايب لي معلقة. طب المعلقة دي هتعمل ايه؟ لا ما عادش ينفع. فربنا يا رب ييسر الامور كده للمسلمين جميعا يا رب العالمين. المهم انا رحت حمصتها ايه على البوتاجاز ورجعت. زي ما انتم شايفين. قلت ايه، التحميصه دي بتخلي ريحه البهارات يعني في البيت، يعني حتى لو في اطفال ولا حاجه تخلوا بالكم علشان الريحه بتطلع. وبرضه تخلي بالكم عشان ما تتحرقش معاكم، لان لو اتحرقت تبقى باظت يعني وهتدي طعم وحش. فايديكم تبقوا على طول فيها تقليب وما تسيبوهاش وتمشوا. هبدأ بقى أطحن الحبة دولت البهارات، حبة البهارات دولت في المطحنة. طبعا أنا صلحت الخلاط وكله 100 100. فقلت بقى إيه أما أطحنها كده بقى بالمرة. زي ما قلت لكم إن زي ما أنتم شايفين انا بحاول اظبط المطحنه، لان المطحنه لا اهو بدات تشتغل معايا اهو. البهارات برضو من الحاجات اللي تتحط في مكان. ده واحد عطار اللي قال لي، بيقول ان ما تتحط في مكان، حتى ما تتحط في برطمان ما يكونش شفاف، كل ما تبقى البهارات حلوه. يعني حطها في برطمان ما يكونش شفاف، ما يكونش ازاز يعني، او يدخله ضوء او كده. ده بيحافظ على البهارات، على ريحتها وعلى طعمها، على جودتها يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده بدأت بقى ايه اطحن، وهعبي في البرطمان واشوف. انا البرطمان ده انا ما عنديش حاجه غامقه اللي انا احطه فيها، بس انا البرطمان ده بداريه عن الضوء. ولو انت بتحطي في حاجه ازاز داريه. انا بعطس اهو، لان البهارات بقى اما اتطحنت الريحه طلعت، والفلفل حاجه كده يعني، وتخلي الواحد يعطس، تخلي البرد يجي. طبعا بعد ما خلصت الحبة الشغل دول قلت اقعد ارتاح بقى واخد نفسي. زي ما انتم شايفين دي كرومبايه، انا كرومبايه حلوه كبيره كده. انا جبتها كنت عاملاها فيديو صغير قصير، فاللي يحب يشوفه. المهم جبت الكرومبايه بقى بعد ما قطعتها كده، ورحت جايباها على الصينيه، وقعدت بقى ايه علشان انا هفرز الكرومبايه دي، مش هعملها كده مثلا بكره او حاجه، لا. انا جبتها وقلت ان هي بدل ما تبوظ احاول افرزها واعينها بدل ما تصفر وكده. فجبتها وقعدت بقى وهقطعها لقم. لقم يعني على قد الصباع، لقم صغيرة خالص على قد الصباع. وبعدين هجيب كيس وابدأ ارص فيه، هرصهم فيه كده كلهم، واروح حطهم في الفريزر. الطريقة دي بتبقى حلوة قوي، وتطلعي الورق اللي بتولعيها الورق الكرنب ده يا دوب يفك كده، وبعدين تشتغلي بيه وتلفيه. لا بيحتاج بقى سلق ولا كل الدوشة دي. وبيبقى حلو، خصوصا ان احنا الايام دي الكرنب حلو قوي قبل ما ندخل بقى في الصيف وكده. الكرنب ما بيبقاش حلو وورقته بتبقى تخينه وما بيبقاش حلو. لا اللي عايز يفرز في الوقت ده. والتفريز زي ما قلت لكم سهل، من غير سلق ومن غير اي حاجه. بنرصه في الكيس وبنروح حاطينه في الفريزر. نيجي نعوز بقى ان احنا هنلف حله محشي ولا حاجه، نروح مطلعين الكيس كده من بدري، ونحطه في مصفى يفك خالص، ونلف. ولا هنحطه في ميه سخنه ولا اي حاجه. الطريقه دي برضو بتخلي الكرنب يقعد من السنه للسنه بنفس الخضار ونفس الطعم، ولا بيغير ولا بيبوظ، ولا الورقه بتبقى دايبه ولا اي حاجه. يعني اعمليه وانت مطمنه خالص، ما تخافيش. دي بقى العيدان بتاعه الكرنب، انا اوريها لكم اهي، لان انا هغسلها واحطها عندي في برطمان المخلل. انا ما برميش حاجه الحمد لله. دي بقى البليله بعد ما اتنقعت هي جبتها، وقلت بقى ايه هحطها كده بقى ايه على السخان عندي. لو ما عندكش سخان هتحطيها على البوتاجاز تغلي حوالي نص ساعه، من ربع ساعه لنص ساعه. وبعد كده اطفى عليها، وقوم الصبح هتلاقيها مفشره بقى، والحله بتاعتك مليانه. اهم حاجه ان احنا نزود الميه ونملى الحله او اللي هي الفواله دي على الاخر اهي. وتسيبيها بقى على النار لحد الصبح. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.